عايزة تجربي تعملي طاجن رز معمر وخايفة يبوظ منك؟ تعالي اقولك ازاي تعمليه ويطلع مفلفل وزي القمر كده. تعالي نخش على كوبايتين ونص من الرز كده مغسول وكويس قوي، وهنزل بيه في الطاجن بتاعي. الطاجن طبعا نضيف، وهنزل عليهم بكوبايتين ونص من المية، نفس مقدار الرز هنزل عليه مية، وهكمل الباقي لبن. وطبعا هنزل بالملح بتاعي على حسب الرز. انا نزلت كده بمعلقة ونص من الملح. تمام، وهقلب مكوناتي كويس قوي، ويا سلام لو اللبن بتاعك فيه قشطه. لو لسه بتشوفيني، انا اماني محمد، وقناه اسمها مطبخ كيوي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي لي اشتراك في القناه عشان توصلك كل فيديوهاتي. ولو اول مره بتشوفيني، ما تنسيش تشجعيني وتصلي على الرسول وتقولي لي الفيديو وصلك من فين في الكومنتات. بس كده، وهبدا اقلب مكوناتي كويس قوي، وهنزل بعد كده بالجزء اللي فاضل في الطاجن باللبن. ويا سلام لو فيه قشطه، وهدخله بعد كده الفرن ياخد وش الاول. واهم حاجه تحطي له قشطه من فوق، ولو ادخله تحت الشوايه ياخد وش، وبعدين اطفي الشوايه واسيبه يستوي براحته قوي على نار هاديه من تحت، لغايه لما يفلفل ويبقى بألف هنا وشفا زي القمر كده. بطلعه من الفرن كده وبمسحه، بمسح وشه كده بمعلقتين من السمنه، واحاول اعمل فيه فراغات كده عشان السمنه تتعمق فيه، وبألف هنا وشفا على قلبي.